السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفت الجيش المصري عمل ايه؟ حضرتك يعني حدودك الجنوبية كان في محاولة لتهريب كميات كبيرة جدا من الأسلحة والذخائر عشان تدخل تتباع في كل محافظات مصر. مدرك الكارثة؟ طب ليه؟ ركز معايا بقى يا عم المصري، لأن ما بقاش فاضل غيرك في المنطقة زي ما حضرتك شايف كده كلها بلا استثناء فيها حروب ومشاكل أهلية وصراعات. شايف مين بقى في المنطقة الوحيد اللي واقف على رجله؟ مفيش لا عنده حرب أهلية ولا حرب داخلية ولا أي حد من الخارج بيضربك. هي مصر الوحيدة. لو مش فاهم يا عم المصري، فحضرتك ليبيا حاليا بيتم اشتعال الأوضاع فيها، سوريا بدأت الاشتباكات ترجع لها من تاني، السودان والحرب الأهلية في نفس الوقت خربت الدنيا هناك، اليمن والعراق بيضربوا في السعودية، وإيران بتضرب في الكويت والبحرين، سفن الإمارات وقطر بيتضربوا في مضيق هرمز، إسرائيل بتتوغل في جنوب لبنان وجنوب سوريا. حضرتك بقى يا عم المصري كل اللي بيحصل ده عشان يبقى حواليك كتلة من النار وانت بس اللي تبقى ناقص. يعملوا معاك ايه بقى؟ صفحات 24 ساعة هجوم واشاعات وترندات تقسم الناس نصين. الاعلاميين الاخوان في الخارج يعني بيقعدوا يشككوا في كل خطوة للدولة، ودايما بيعملوا محاولات للتوقيع ما بين الجيش والشعب، محاولات لتهريب ذخائر وأسلحة للعمق المصري عن طريق الجنوب وعصابات الدهابة. كل ده ليه يا مصري بقى؟ عشان تقع زيك زي المنطقة كلها ويتم استنزافك زي ما بيتم استنزاف كل المنطقة دلوقتي، عشان ما يكونش حد في المنطقة عنده نفس يتكلم، ووقتها بس يتم بناء دولة إسرائيل الكبرى المزعومة على أنقاض أشباه الدول العربية. الجيش بتاعك الوحيد في المنطقة اللي مش نايم وواقف ليل ونهار يحمي بيتك وبيتي ومعيشك في أمان. حفظ الله خير أجناد الأرض وحفظ مصرنا العزيزة.